تكونوا في احسن صحه واحسن حال. معاكم كريستينا من قناه دبري وفري مع كوكي. تعالوا مع بعض ان شاء الله نعمل غدا النهارده. هنعمل صينيه بطاطس باللحمه المفرومه، حاجه كده خيال. تنفع في العزومات. طبق رئيسي بقى، طبق جانبي. تنفع في رمضان، كل سنه وانتم طيبين. تنفع في اكل كده في يوم تكون جايه مستعجله. هي طريقتها بسيطه خالص، سهله جدا جدا جدا. وحتى لو عندك اللحمه كمان متعصجه هتسهل معاكي اكتر واكتر. هنعملها بطريقه بسيطه النهارده مع بعض ان شاء الله، مش هتاخد معاكم وقت كتير. تقريبا كده معايا دي الطماطم كنت مفرزاها. تمام. معايا حوالي نص كيلو او اقل من اللحمه المفرومه. معايا بصل، معايا طماطم، معايا فلفل، فلفل اسود وثوم. تمام، دي المكونات بتاعتها هي، بس دي الاساسي. طبعا معايا بقى ايه البطاطس اهيت زي ما انتم شايفين كده. انا هنا مقشراها وفتحها زي ما انتم شايفين كده اهيت. تمام. هي يعني يستحسن البطاطس بتاعتك تكون مظبوطه شويه، يعني ايه ما تكونش معوجه شويه كده ولا كده، بحيث ان انت تثبتيها في الصينيه تعرفي ايه تقف معاكي كويس، يعني ما تبقاش ايه مايله كده ولا كده. انا كده مفتحاها مقشراها ومفتحاها وحطها في ميه. حتى القلب بتاعها انا مش رامياه. تمام. حاطه في ميه برده عشان البطاطس لما بتتقشر وبتقعد فتره بره بتسود يعني. فبتحطيها في ميه على طول بعد ما بتقشري. حتى القلب هنا انا هستفاد منه طبعا، مش بيترمي خساره لان دي نعمه من نعم ربنا علينا. فمش بيترمي. ممكن حابه تقليها وتحطيها في الوصفه بتاعت النهارده. تمام. مش حابه ممكن تسلقيها بشويه ميه وتعمليها بطاطس بيوري كده، هتبقى حلوه قوي يعني. ليها استخدامات كتير جدا، يعني ما ينفعش ان هي ايه تترمي. انا بس مفتحه كله كده معاكم، سايبه واحده مثلا اللي انا ايه اوريها لكم زي ما هي بطاطس زي ما انتم شايفين كده. ايه، عشان تثبتي البطاطسايه في الصينيه، بصي هتحتاجي ان انت تشيلي حته من هنا. هتبقى دي القاع اللي هيتحط كده في الصينيه، وبتشيلي حته من هنا. تمام. وبالمقوره بقى او اي حاجه، سكينه معلقه عندك. تمام. وبتقشريها كويس او من جوه، يعني بتحاولي ان انت ايه ما ترققهاش قوي برده من الجناب، عشان ايه تستحمل ان هي لسه هتتقلي ولسه هتخش الفرن تاخد شويه كمان في التسويه. فحاولي ان انت ايه مش تكتري ان انت ما تبشريش منها كتير يعني. وحاولي برضو ان انت ما توصليش للقاع بتاع البطاطسايه، عشان ايه ما تتخرمش منك يعني. انا بس دي ستة قلت هعملها معاكم عشان ايه تبقى واصله لكم بس الفكره ايه. تمام. ايه زي ما انتم شايفين كده. هصفي بقى البطاطس دي كويس قوي، لان انا برضو ايه مش الحكايه فكره ان انا ايه اعصج اللحمه واحطها فيها تبقى بطاطس مثلا مسلوقه كده. لا، انا هديها برضو تحميره حلوه كده برضو، عشان تبقى ايه تديني طعم احلى في الاكل. هصفي بقى البطاطس دي كلها، وهصفي برضو البشر بتاعها. هقليه وهحطه معاه برضو في الاكل. تمام. وهرجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه تاني على البوتاجاز. بصوا كده بقى، انا كده هشتغل كل حاجه معاكم، مش هشتغل حاجه حاجه عشان الفيديو ما يطولش عليكم. هنا هعمل الصلصه بتاعت الطماطم، وهنا هعمل تعصيجة اللحمة، وهنا هقلي البطاطس معاكم عشان ما ياخدش وقت بس كتير في ان انا اعمل كل حاجة لوحدها. كده انا صفيت البطاطس كلها زي ما انتم شايفين نفس الكميات. اي كمية انت حابة تحطيها بقى. هبتدي بقى ايه ان اعمل الايه. تمام. سيب بس الزيت يسخن شوية. هنزل هنا بفصين كده كبار من الثوم. وهنا هحط البصل عشان خاطر ايه اسبك اللحمه. بس الزيت لو غلي معايا لا لسه بارد شويه.
هحط هنا كمان معاها ايه شويه من الكزبره كده، قد معلقه كده. تمام. واحط برده معاها شويه من ايه الملح والفلفل. مش هكتر في التوابل لان لسه هحط برده في التعصيجه ملح وفلفل. هحط كمان معاها ايه رشه شويه كده من البابريكا قد نص معلقه. تمام. هنزل عليها بقى بعصير الطماطم. زي ما بقول لك انا دي الطماطم دي كنت انا مفرزاها، انت عندك فريش حطي برده، بس هي لسه ما مفكتش قوي. كده بنات انا بقى ايه هسيب التسبيكه دي بقى تتسبك براحتها، بس انا ايه مش هخليها تنشف، لا انا لسه برضه عايزه فيها شويه من الصوص، انا لسه هحط لها كمان شويه من الميه عشان دي اللي هتسوي لي ايه البطاطس. تمام. هحط بس معاها يعني قد نص كوبايه ميه. تمام. بس بقى ايه تاخد غلوه كده، وبعد كده ايه هطفي عليها. البطاطس هنا كده الزيت قدح، هحط بقى فيها كل كميه البطاطس، بس اتاكدي انت مصفيه كويس بقى ايه من الميه. وبعد ما اخرج ديت هحط معاها هشيلها واحط ايه القلب بتاع البطاطس. برضه هنستفاد بيه مش هنرميه. اي كميه بقى انت عايزه تحطيها براحتك. هتاخد بس تحميره مع اللون دوت وهقلب على وش هنا البطاطا. هحط بقى ايه تعصيجة اللحمه، احط قد بصلايه كده كبيره مبشوره، بصوا كده البصله دبلت شويه. مش هحط معاها ايه الملح والفلفل دلوقتي، لا استنى عليهم شويه عشان ايه تستوي بسرعه. ننزل عليها باللحمه، اي كميه لحمه ايه انت حابه تحطيها، يعني دي اقل تقريبا من نص كيلو بشويه، مع انها هتعمل معاكي كتير قوي يعني ممكن يفيد منها يعني. بقى البطاطس كده اللحمه غيرت لونها، هنزل عليها بقى ايه بالطماطم وفلفل.
هسيبها بقى تستوي براحتها كده شويه، وبعد كده ايه احط لها ايه الملح والفلفل. دلوقتي بقى احط لها الملح، مش هكتر عشان برضو انا ايه حاطه في الصلصه، واحط لها شويه برضو ايه من البابريكا. هسيبها بس دقيقتين كده وبعد كده ايه اطفي عليها. وهنا الصلصه بتاعتي ايه سبكت شويه، اطفي عليها برضو لان انا عايزه الصوص بتاعها يكون سائل شويه عشان ايه تسوي لي برضو البطاطس. اطفي عليها. شوف بقى ايه البطاطس. تمام. كده ما عادش معانا غير البطاطس بس ايه هسويها شويه عشان ما تاخدش معايا سوا كتير في الفرن. وهعمل جنبها ايه رز مثلا بالشعريه. تمام. بصوا كده خدت لون ذهبي كده، هقلبها بقى على الناحيه التانيه. كده مش هتاخد معاكي سوا كتير في الفرن، وبرده تغيير عن ان انت تحطيها ايه بطاطس كده عاديه يعني كده مسلوقه. هخرجها وهحط مكانها ايه البشر القلب بتاع البطاطس. مش هكتر عليها في السوا اكتر من كده، يعني بس دقيقه كمان وهطلعها. بصوا كده كل حاجه جاهزه يا بنات، يعني 3/4 سوا. هتخش بيها الفرن هتكمل. بصوا كده يا بنات، هي اللحمه اللي احنا عصجناها مع بعض ودي البطاطس ودي الصلصه بتاعه الطماطم اللي احنا ايه سبكناها. هاخد بقى ايه البطاطس من هنا، يعني هتحتاج بس معلقه صغيره عشان ايه, تحطي فيها اللحمه. وتكبسيها براحتك، يعني اكبسيها براحتك مش هتخرج منها خالص. تمام. ليها على الاخر. هي برضو مش هتاخد معاكي كتير يعني عصاك كتير لان هي ايه بيبقى حجمها برضو صغير من جوه. هي زي ما انتم شايفين كده. شفتوا بقى الفرق؟ لما كنت شلت الحته اللي انا شلتها بتاعه القاع ما كانتش هتقف معاكي في الصينيه بالشكل ده. تمام. هعمل تاني بقى. بس سخنه فمش قادره ايه اتحكم فيها قوي. يعني انت لو عندك اللحمه متعصجه في الفريزر هتساعد معاكي قوي برضو. يعني ممكن يساعد زمن الغدا مثلا لو جايه راجعه من الشغل متاخره او جايلك ضيوف مثلا هتخلص معاكي بسرعه.
انا عايزه اقول لكم برضو ال القلب بتاع البطاطس انا بحمر فيه، بس هخليه ايه، يتاكل كده يعني. هحط له بهارات وهيتاكل كده عادي، مش هحطه معاه في الصينيه. تمام. هخلص انا بقى كل الكميه بنفس الطريقه عشان الفيديو ما يطولش عليكم، وهرجع لكم تاني. بصوا كده بنات، يعني كده خلصت الكميه كلها هي زي ما انتم شايفين. وبصوا العصاق بقى اللي زاد معايا قد ايه، يعني ممكن يعمل لي صينيه كمان زيها. يعني ممكن بأقل، يعني أقل حاجة ممكن لو عندك مثلا يعني ربع كيلو لحمة ممكن يغرقوها وهتفيد برضو معاكي. تمام. هحط عليها ايه، الصلصة اللي احنا عملناها مع بعض. تمام. يعني غرقاها من فوق كده وايه، واللي ينزل هينزل في الصينية. هدخلها الفرن بقى يعني نص ساعة كده، وهشغل عليها الشواية من فوق تاخد بس لون، واخرجها ان شاء الله وهوريها لكم. رجعت لكم تاني يا بنات بعد ما الصينية خلاص طلعت من الفرن، بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. مش عايزه اقول لكم ريحتها تحفه تحفه بجد، هتعجبكم جدا جدا. كمان عملت جنبها رز حبه وحبه. وده بقى البشر بتاع البطاطس. قريته كده تماس يعني نقنق فيه. عايزه اقول لكم كمان ان انا هعمل لكم فطيره حلوه قوي بايد التعصيجه ديت. يعني انا ان شاء الله باذن الله هينزل بعد الفيديو دوت. انا هعمل هوريكم طريقه، وانتوا حابين تكتروا بقى في الكميه براحتكم يعني. عايزه افتحها لكم بقى البطاطس من جوه عشان اوريكم ان هي مستويه جدا. استنى بس. بصوا كده انا هاخد لكم ايه واحده. تمام. هفتحها معاكم برضو. بصوا، طريه جدا زي ما انتم شايفين بالشكل ده ايه. بطاطس مستويه حلوه قوي من جوه. يا رب فكره النهارده تكون عجبتكم. بتمنى منكم بقى تجربوها وتقولي لي رايكم فيها ايه. ومستنيه تعليقاتكم، واللي بيشوف القناه اول مره يا ريت تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم فيديو جديد. استنوني في الفطيره بتاعه اللحمه المفرومه ان شاء الله هينزل لكم بعد الفيديو دوت. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي. باي باي. كده بنات بعد ما حطيته في طبق التقديم، يا رب الوصفه تكون عجبتكم، وحابه ان انا اقول لكم ان انا عملت رقم واتس للقناه. عشان نبقى على تواصل اكتر، اللي حابه تتواصل معايا. مفيش اي مشكله خالص. ان شاء الله يكون تواصل خير. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. هسيب لكم رقم الواتس في اول تعليق مثبت او في صندوق الوصف. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.